السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنويه هام: يعتبر موضوع الصلاة والالتزام بأدائها موضوع مثير للجدل جدا، واحنا هنا مش بنتبنى أي وجهة نظر عن الموضوع، ولكن البحث عبارة عن عمل إضاءة لموضوع مهم في حياة المسلمين عموما. كمان الموضوع هنا مش تصنيف منحاز لدولة بعينها، وإنما الموضوع معتمد على بعض الدراسات والإحصاءات المنشورة في كل بلد على حدة. أهلا بكم من جديد. احنا هنا في القناة بنقدم موضوعات اجتماعية وتاريخية وأحيانا علمية، ده غير ملخصات الكتب المهمة واللي ممكن للمشاهد إنه يقدر يستفيد منها بشكل ما. علشان كده بندعوك للاشتراك في القناة ومشاركتنا حلم الوصول ل100 ألف مشترك قبل نهاية عام 2023. الله أكبر الله أكبر. إيه هي أكتر الدول العربية انتظاما في أداء الصلاة؟ لا يمكن تحديد الدول العربية الأكثر انتظاما بأداء الصلاة بدقة تامة، لأنه بيعتمد على عوامل كتير زي الأدب الإسلامي والتربية الدينية والثقافة والمجتمع والعادات والتقاليد والتعليم والعدالة الاجتماعية. ودي أهم 10 دول عربية عموما من غير ترتيب تشهد مستويات عالية من الالتزام بأداء الصلاة، وهي: رقم 1 المملكة العربية السعودية، 2 الكويت، بعدها الإمارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة عمان، البحرين، مصر، المغرب، تونس، ورقم 10 الجزائر. بعض الدراسات والاستطلاعات تشير إحصاءات إلى مستوى الانتظام بأداء الصلاة في بعض الدول العربية. فمثلا المملكة العربية السعودية وفقا لإحصاءات صدر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، فإن نسبة الأشخاص اللي بيأدوا الصلاة بانتظام في المملكة بتصل إلى حوالي 85%. الكويت وفقا لدراسة أجرتها جامعة الكويت، فإن حوالي 70% من المسلمين في الكويت بيأدوا الصلاة بانتظام. الإمارات العربية المتحدة وفقا لدراسة أجرتها جامعة الشارقة، فإن حوالي 77% من المسلمين في الإمارات بيأدوا الصلاة بانتظام. أما في قطر وفقا لدراسة أجرتها وزارة الداخلية في قطر، فإن نسبة الأشخاص اللي بيأدوا الصلاة بانتظام في الدولة بتصل إلى حوالي 99%. أما بخصوص سلطنة عمان، فوفقا لدراسة أجرتها جامعة السلطان قابوس، فإن حوالي 90% من المسلمين في سلطنة عمان بيؤدوا الصلاة بانتظام. وفي تونس وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء التونسي، فإن حوالي 70% من التونسيين بيأدوا الصلاة بانتظام. والجزائر وفقا لاستطلاع عام 2017 واللي أجرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، فإن حوالي 80% من الجزائريين بيؤدوا الصلاة بانتظام. إيه الأسباب اللي بتدفع الناس في الدول العربية لأداء الصلاة بانتظام؟ هناك العديد من الأسباب اللي بتدفع الناس في الدول العربية لأداء الصلاة، وتشمل بعض هذه الأسباب: الدين. يعتبر الالتزام بأداء الصلاة من الواجبات الدينية الأساسية في الإسلام، ويتمثل هذا الالتزام في تحقيق الاتصال بالله والقرب إليه، وهو ما يدفع الكثير من المسلمين إلى أداء الصلاة بانتظام. التربية والتعليم. قد يلعب الأهل والمدارس والمؤسسات الدينية دورا في تعزيز الالتزام بأداء الصلاة في بعض الأحيان، حيث يتم تعليم الأطفال والشباب أهمية الصلاة وأحكامها الدينية والأخلاقية. التقاليد والعادات. يمكن أن تساعد العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية في تعزيز الالتزام بأداء الصلاة، حيث يعتبر أداء الصلاة جزءا من الثقافة والتقاليد في بعض المجتمعات العربية. الرغبة في الاستقرار النفسي. يعتبر الصلاة من الأعمال التي تساعد على الاستقرار النفسي وتهدئة الأعصاب، ويمكن أن يدفع الكثير من الناس إلى أداء الصلاة بانتظام لتحقيق هذا الهدف. الأمان الروحي. بتعتبر الصلاة واحدة من الأعمال اللي بتوفر الأمان الروحي للمؤمنين، حيث يشعر الكثير منهم بالراحة والاطمئنان بعد أدائها. الفضيلة والثواب. يعتبر الأداء المنتظم للصلاة من الأعمال الفاضلة في الإسلام، ويتوقع الكثير من المؤمنين الحصول على الثواب الإلهي بعد أدائها. طيب إيه هي الأسباب اللي ممكن تمنع المسلمين من أداء الصلاة بانتظام؟ هناك العديد من التحديات التي تواجه المسلمين في أداء الصلاة بانتظام. تشمل هذه التحديات: الضغوط الحياتية. يمكن أن تؤثر الضغوط الحياتية مثل العمل والدراسة والمسؤوليات الأسرية على القدرة على أداء الصلاة.
نمط الحياة الحديث. قد يؤدي نمط الحياة الحديث الذي يتضمن الانشغال بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه إلى تقليل الوقت المتاح لأداء الصلاة. البيئة الاجتماعية. قد يواجه المسلمين في بعض الأحيان تحديات في أداء الصلاة بسبب البيئة الاجتماعية التي لا تدعم الالتزام بالصلاة، مثل العمل في بيئات غير إسلامية أو العيش في مجتمعات غير مسلمة. الصحة. يمكن أن تؤثر بعض الحالات الصحية على القدرة على أداء الصلاة، مثل الإصابة بالأمراض المزمنة والإصابة بإصابات جسدية. عدم الاهتمام بالصلاة. يمكن أن يواجه بعض المسلمين تحديات في أداء الصلاة بسبب عدم الاهتمام بها أو عدم فهم أهميتها الدينية والروحية. التحديات النفسية. يمكن أن تواجه بعض الناس تحديات نفسية في الالتزام بأداء الصلاة، مثل الاكتئاب والقلق والتوتر. هل في فرق بين الرجال والنساء في الانتظام في أداء الصلاة؟ هناك فروق بين الرجال والنساء في الانتظام في أداء الصلاة، وذلك بسبب عدة عوامل، منها الفروق البيولوجية. تختلف الفروق البيولوجية بين الرجال والنساء، وهذا يؤثر على القدرة على أداء الصلاة، حيث أن النساء قد يتعرضن لعدة تغيرات بيولوجية خلال الشهور النسائية والحمل والولادة والرضاعة، مما يؤثر على القدرة على أداء الصلاة بانتظام. الفروق الاجتماعية. قد يواجه النساء بعض التحديات في أداء الصلاة بسبب الفروق الاجتماعية، مثل العمل والمسؤوليات الأسرية، وقد يتعرضن أيضا للتمييز والتحيز في بعض المجتمعات. الفروق الثقافية. تختلف الفروق الثقافية بين الرجال والنساء، وقد تؤثر هذه الفروق على مدى الالتزام بأداء الصلاة، حيث يمكن أن يكون للنساء طقوس خاصة في أداء الصلاة في بعض البلدان العربية. الفروق في المكان. يمكن أن يؤثر الفرق في المكان، مثل عدم وجود مسجد قريب من منزل المرأة، على القدرة على أداء الصلاة بانتظام. الفروق النفسية. يمكن أن تواجه بعض النساء تحديات نفسية في الالتزام بأداء الصلاة، مثل مشاكل الصحة النفسية أو الاكتئاب. حي على الصلاة. يجب ملاحظة أن الالتزام بأداء الصلاة هو واجب ديني لكل المسلمين بغض النظر عن الجنس. يمكن للرجال والنساء على حد سواء تحديد وقت لأداء الصلاة بانتظام وحسب المتطلبات الشرعية والشخصية والبيئية. وبس، ودي كانت نهاية حلقتنا. نتمنى أنها تكون نالت رضاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.